حصل لي موقف محرج جدا من شويه، لسه حاصل طازه، لسه لحد دلوقتي ما خرجتش من الصدمه بتاعته والاحراج بتاعه. اللي حصل بقى يا جماعه، انا طول عمري وانا ماشي بلاقي محل كده قديم بتاع سجاجيد قديمه، ولا بيبيع ولا بيشتري. وانا افضل بقى وانا ماشي افضل باصص للمحل كده، افضل ادعي له بجد واقول ربنا يرزقه، ربنا يبعت له رزقه ولاد الحلال اللي هم يشتروا منه. فطول عمري بقول كده يعني. فانا في لحظه من اللحظات ماشي قلت طب ما انا يمكن انا اكون ابن الحلال وهروح اشتري منه وانفعه. انا اوضتي محتاجه حاجات للارضيه يعني وكده، فقلت اروح انفعه واستفسر منه الاسعار ايه والاشكال اللي انا عايزها. انا اصلا ميال للسجاجيد القديمه جدا، وكمان صاحبي كان عايز واحده، فانا قلت بقى بالمره هروح اخد منه بقى ليا ولصاحبي وانفعه، عشان الراجل ده ايه ما بيبيعش ولا بيشتري. الله اعلم برضه هو بيبيع ولا ما بيشتريش، بس على حظي وانا ماشي طول عمري بلاقي المحل ساكت وفاضي وما فيهوش حد. هو راجل كبير كده في السن على طول قاعد جوه ولابس جلابيه وساكت ومولع التلفزيون كده، وتعرفوا انتوا الناس القديمه قوي دي، هي دي. اول ما دخلت المحل وبجد يا ريتني ما كنت دخلت، ودي اخر جبر خواطر يا جماعه، لقيت بقى راجل غير اللي انا بقول لكم عليه، راجل كبير شويه كده مليان شويه وشعره ابيض ومسلع شويه. دخلت قلت له السلام عليكم، راح هو بص لي كده وعليكم السلام. انا بجد اتوترت لما لقيته بيبص لي كده وعليكم السلام، مفيش ابتسامه حتى. قلت اخد بعضي وارجع ولا ايه؟ راح قلت لا كمل يا ولا يا مصطفى، ده خير انت بتعمله مفيش مشكله. قلت له بقى لو سمحت هو في سجاجيد اللي هي القديمه اللي عليها نقرشه كده والحاجات دي؟ تو زي اللي هناك دول كده يعني، في زيهم موجودين اقدر اشتريهم؟ والاسعار ايه بالظبط وكده؟ بص لقيته بقى عمل لي ازاي، بص طلبك هتلاقيه، هتمشي طوالي في يمين هتلاقي النساجون الشرقيون، هتلاقي عندهم اللي انت عايزه وهتلاقي باسعار احسن كمان. راح قلت له يعني حضرتك الحاجات دي انا عايز زيها اللي موجوده عندك، زي ما بقول لك هتروح تمشي طوالي هتلاقي النساجون الشرقيون، هتلاقي عندهم الحاجات اللي انت عايزه. بقى على التلفزيون وبص على التلفزيون. تعرفوا بقى اللي هو بجد لحظة ان يا رب الارض تتشق وتبلعني. كنت محروج يا جماعة، راح عملت نفسي بتكلم في التليفون، بجد عملت نفسي بتكلم في التليفون بقى وانا حاطط اصلا سماعات في ودني، مع اني اقسم بالله يعني الاحراج اللي انا فيه ما كانش طبيعي. هو بقى شكله مش عايز يبيع ولا يشتري ولا يعمل اي حاجة، وانا غلطان انك صعبت عليا، واني كنت عايز انفعك، واني كنت عايز اشتري من عندك حاجات، وكمان وبجد كنت هصور فيديو عشان ربنا يكرمه والناس تروح تشتري من عنده. وربنا يسامحك يا حاج على اللي انت سببت لي تروما ان انا اخش اسال حد تاني. شكرا.